تعالوا نشوفوا مع بعض الفجر التحكيمي اللي دايما بيكسب الاهلي كل البطولات. خلينا بقى ماشيين الموسم ده مع الاهلي ده واحده واحده لحد اما نشوف التحكيم هيفضل يكسبه البطولات لحد امتى. نشوف الفيديو ده ونشوف ال اقول لك ايه، يعني مش عارف الاهلي بيتجامل بالشكل ده ومفيش اي حد بيعترض ازاي. نشوفه ونرجع مع بعض. شفتوا يا جماعه؟ فضايح فضايح. الاهلي دايما بيتجامل من التحكيم. الفضايح دي ايه؟ على فكره، كره لعيب الزمالك دي فيها ايذاء متعمد، يعني هي مش ركله جزاء عاديه، دي ركله جزاء وكارت احمر مباشر. يعني لعيب الزمالك الكره دي مش ركله جزاء عاديه، دي فيها قصد ايذاء، يعني ركله جزاء وكارت احمر مباشر. وبتاعت بيراميدز لمسه اليد يعني منع هدف، الكوره رايحه في اتجاه المرمى والراجل شالها بايده، وفي فار، وبيقول لك الاهلي بيكسب بالتحكيم. ولسه ياما هنشوف، ده الدوري طويل. انا بس حبيت اذكر حبايبنا اللي بيزيطوا وعايشين ايه، نظريه المؤامره.